ما اقدرش اقول لك ان هو قرار تماما. حاسه ان هي كانت بروسس كده، يعني مشيت في بروسس لحد ما فهمت او ادركت عن نفسي ان انا اكتر حاجه بحبها التمثيل. بس انا من زمان ومن وانا صغيره انا بحب الافلام، يعني بحب الشغلانه دي، شوف مين المخرج وبروح اتفرج وراه. يعني انا فاكره كويس قوي 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 زمان كانت اول حاجات اللي كان مثلا عمرو سلامه كان عاملها اللي هو زي النهارده، كنت متحمسه قوي للفيلم وعارفه ان هو مخرج جديد وعارفه ان ده كاتب جديد وعارفه ان ده بروجكت، وكنت حاسه بالفايبس بتاعت ان ده بروجكت كان حلو قوي. من وانا صغيره كنت بحب السينما، وبعدين قررت ان انا ادرس سينما، دخلت الجزويت، وبعدين بعدها بشويه المدرسين يعني قالوا لي ان انت اكتر ممثله عن مخرجه، فانا ما فهمتش قوي وقتها وكنت مشتته كده. انا بحب التمثيل بس بحب الاخراج ويعني عندي حاجات عايزه اقولها بقى ومش عارف ايه وحاجات. فانا فاكره كويس قوي استاذ ياسر نعيم قال لي بصي انت جربتي شويه الاخراج، روحي جربي التمثيل وتعالي وشوفي انت عايزه بتحبي ايه اكتر. فبس جربت التمثيل وما رجعتش. اشتغلت شغلانات كتير قوي يعني، بس اشتغلت بروديوسر، كونتنت بروديوسر، واشتغلت لاين بروديوسر، واشتغلت مذيعه ومراسله ومعده كونتنت، كنت بعمل كونتنت، واشتغلت كول سنتر. بس اشتغلت حاجات كتير. اعتقد يعني كل الحاجات اللي ليها علاقه بالبروديوسنج فهمتني ان الشغلانه دي صعبه قوي، مش زي ما هي باين ان هي سهله، نجيب مخرج وممثل وحد بيصور وخلاص الموضوع خلص. صعبه قوي على كل المستويات مهما عملتي ايه. يعني لو بنعمل فيديو على تيك توك بياخد مجهود، فما كنتش فاكره ان الموضوع كده. وكل الحاجات اللي ليها علاقه بالمذيعه والمعده والكونتنت يعني كنت بروح اتعرف على ناس في الشارع. يعني انا شخص كنت ممكن اوصف نفسي انها خجوله قوي وستيل شويه، بس مش زي زمان. لا انا كنت يعني ما ينفعش اكلم حد ما اعرفوش، دلوقتي لا اقدر ان انا اكلم حد ما اعرفوش. فده علمني شويه فكره ان انا اتعرف على الناس واتكلم معاهم واتعرف على شخصيات جديده. اعتقد ده ساعدني قوي في التمثيل، او بحاول يعني. انا بحب ساره قوي وبحب مسلسل منهم قوي قوي قوي. يعني ما كنتش متخيله ان الكاركتر الناس تحبها كده، وصعقت يعني. وما كنتش متخيله ان انا ممكن اعمل حاجه بتضحك، مش شخص بيقول افيهات وبيعمل حاجات ومش عارفه ايه وكده. كنت مبسوطه قوي مع الكرو الحقيقه، احمد داوود وسلوى ابو ضيف. كنت مبسوطه قوي قوي وانا بصور مع استاذه هناء الشرباجي. فكره انك تشوفي او تصوري او تشتغلي او تبقي قريبه من حد انت كنت بتشوفيه في التلفزيون وانت صغيره وبالنسبه لك ايكون وحاجات كده، اللي هو ما تبقيش عارفه تعملي، اوقات ما بقاش عارفه اشتغل. طول الوقت سلمى في مسلسل لمسه اكتاف بحبه قوي، بحب الكاركتر قوي وبحب المسلسل قوي، ومن اكتر بجد الاعمال القريبه لقلبي، لانه وقتها كان بيتكلم على فكره الادمان، وكان وقتها كان مشهور كده نوع مخدرات الولاد الصغيرين بياخدوه كان رخيص قوي. كان المسلسل مينلي كان معمول عن الموضوع ده، ومن كتر السيرش اللي انا عملته بقى على الناس اللي بتشرب او بتدمن او بتعمل اي حاجات شبه كده، نظرتي اختلفت على فكره حد مدمن او حد بيشرب مخدرات. يعني في الاغلب المجتمع بيوصم الناس وخلاص، بس لما تدخلي جوه بتحسي ان لا، الموضوع صعب عليهم وعلى اهلهم وعلى كل حاجات. والناس اللي بتحاول تبطل انا بحس طول الوقت ان هم ابطال، يعني ابطال تماما، وما ينفعش ان احنا نوصمهم واحنا ما نعرفش احنا لو تعرضنا للتجربه دي هنعمل ايه. يعني دي من اكتر المسلسلات والكاركترز اللي مأثرة فيا. اعتقد دكتوره شيري في سابع جوز، بسمع قوي يعني طريقه كلامها تفكيرها قريبه مني قوي، يعني لذيذه قوي. مدام دلال الله يرحمها بجد كانت خطيره. الكواليس كانت لذيذه قوي، الناس كانت بتحب بعض. انا بحس انا هو ده اللي بيحصل في المطلق، ان اي مسلسل الناس بتحبه فعلا قوي من قلبها، بيبقى بجد الناس وهي بتصور هي بتحب بعض. اي مسلسل هتلاقيه نجح هتلاقي الناس كانت بتحب بعض. ما ينفعش الناس ما تبقاش بتحب بعض وتطلع مسلسل ناجح او الناس تحبه او تتفرج عليه. انت روحك حته من روحك، او قد انت مرتاحه بتطلع في الشاشه. فانت ما ينفعش تبقي متضايقه ومتقدره وتصوري المشهد ده ويطلع والناس تحبك، هيبقى باين ان في حاجه. ان شاء الله احنا بنحضر لمسلسل اسمه 6 شهور، بطولة نور النبوي ونور ايهاب واستاذ مراد مكرم، واخراج استاذ مصطفى صالح، كتابة احمد هشام وعمرو ابو زيد. في منها كتير دلوقتي. في صفات للشخصيات ما كانتش موجوده قبل كده،
فانا ببقى متحمسه ان انا اعملها لان ما كانتش موجوده. يعني مثلا الشخصيات اللي ليها علاقه بالانفلونسر والكرييترز والتيك توكرز والحاجات دي ما كانتش موجوده قبل كده، يعني من 10 سنين الحاجات دي ما كانتش موجوده. فانا ببقى متحمسه ان انا اشوفها، وببقى متحمسه لما يجي لي حاجه كاركترز جديده كده يعني. فهي كاركترز جديده، هي مش كرييترز ولا تيك توكر ولا حاجات، بس هي لذيذه. اي هوب ان هو يبقى حلو. متحمسه له. هو بروجكت اسمه الورشه، هو بيعمل ورك شوبس ليها علاقه بالاخراج والتمثيل والفنون الادائيه وكده، بيزد حاليا في دبي بالشراكه مع مؤسسه دبي للاعلام. سبورت الورشه البروجكت ان احنا ندرب مواهب شابه صغيره يتعلموا التمثيل والاخراج والكتابه، وكمان في حاجات ليها علاقه بالكونتنت كرييشن وحتى التقديم. الاهم الحقيقه ان انا بقالي شويه عايشه ما بين دبي والقاهره، فحسيت ان انا محتاجه الاقي كوميونتي اكبر ليه علاقه بالحاجات اللي انا بهتم بيها. محتاجين نعمل سوسايتي او مجتمع اكبر في ناس كتير بتحب الفن، بس مني مفيش حاجه قوي بتجمعهم في دبي. دبي بلد شويه كوربريت لايف قوي، بس فكرت ان انا اعمل حاجه شبه كده لان الكوميونتي مينلي العربي مش متجمع قوي. يعني في كوميونيتيز كتير مهتمه وليها علاقه وكوميونيتيز قويه في دبي، بس مش بيتكلموا عربي. واي هوب ان شاء الله البروجكت يكبر ونبقى بنعمل انتاج. واي هوب ان على السنه الجايه ان شاء الله يبقى عندنا شورت موفيز لذيذه الناس تعملها. حورس ده من احلى الحاجات اللي في حياتي حاليا يعني. وبرده مش عايزه اقول ان هو كان احلى حاجه من اول ما ولدت كان حياه سعيده وجميله، لا خالص، حياه صعبه قوي. كان عندي في الاول كده غضب ليه علاقه بان الامومه دي حاجه جميله وهتحسي بمش عارف ايه اول ما هتشوفي. مفيش الكلام ده يا جماعه. انا كنت مخضوضه ومش فاهمه. كل الناس بتضغط عليكي بانك ام بقى، الله كيوت جميل. وكان عندي كمان احساس بالذنب ليه علاقه بان انا مش حاسه. يعني انا بحب الاسماء اللي ليه باك جراوند كده، وانا شخص يعني شويه بعتز بمصريتي وبعتز بمصر وحضاره وكل الحضاره الفرعونيه وفخوره طول الوقت ان انا انتمي ليه. قعدت بقى سيرش وادور كده لحد ما لقينا الحمد لله اسم حورس. وطبعا لقينا معارضه كبيره من الاهل والاصحاب والاقارب، بس الحمد لله يعني استقرينا على حورس، وهو اسم جميل وانا بحب حورس. مبدئيا بقيت لازم اعمل اكل، او لازم ابقى مهتمه ان في اكل في البيت. يعني انا في العادي مش مهتمه ان يبقى في اكل في البيت، يعني ممكن اكل اي حاجه، لا دلوقتي لازم يبقى في اكل. الولد ياكل بقى عندي روتين ليه علاقه بيه، يعني مينلي ما بيتغيرش. عارفه لما بتعملي له روتين انت كمان غصب عنك بتبقي جوه الروتين ده، بقيت مسؤوله كده اكتر. عارفه انت تحسي انك انت وراكي حاجه. كان قبل كده ممكن تقعدي طول النهار في الشارع عادي مش مهم، في اي حاجه تنزلي تخرجي تشوفي اصحابك تاخدي كافي مش عارفه فين، تروحي من التجمع لزايد براحتك. لا دلوقتي لا مفيش. اعتقد اخر واحده ان انا اخلي بالي من نفسي. مهم قوي انك تخلي بالك من نفسك، وانك تعرفي امتى خلاص طاقتك بتخلص فتلحقي، عشان انت ما عندكيش اوبشن انك طاقتك ما تبقاش موجوده، لان انت عندك طفل معتمد عليكي، ولو ما لحقتيش نفسك ممكن تضايقي الطفل ده. فانت محتاجه لما تضايقي الطفل ده برضه تعلمي انك ازاي تعوضيه، او تقولي له سوري، او تقولي له ان انا اسفه، او تقولي له انك مالكش علاقه، او تقولي له وات ايفر. بس ده بيعلمك تاني ترجعي انك لا انت محتاجه تهتمي بنفسك عشان هو ملوش دعوه، هو ملوش ذنب. ويتغير فيا شويه وعلمهولي يعني ان انا ابقى اخد بالي من نفسي ومن صحتي ومن اكلي، لان ما عنديش طاقه ومش قادره، فمش هقدر اقوم، مش هقدر العب معاه، مش هقدر اشيل. فاعتقد ان هو خلاني شويه اكتر اهتم بنفسي، او احس باهميه ان انا اهتم بنفسي. يعني بحس ان تتقدر كده وتحترم مشاعرها، يعني مش لازم تفهمها بس تتقبلها بطريقه لذيذه. وده للستات والرجاله، لان اوقات برضو الستات ما بتعملش كده. يعني اوقات بتحس ان هو انت ليه مكبره الموضوع؟ سيبيني اكبر الموضوع، زعلانه ليه؟ بجد والله العظيم بحس سيبيني اكبر الموضوع. عارفه اغنيه كايروكي كل حاجه بتعدي؟ هقول لها كل حاجه بتعدي.